من قلب النار تبدأ الحكاية، من بين اللهب والرماد يخرج طائر لا يعرف الهزيمة. كل مرة يحترق يعود أجمل، أصدق، أقوى. تلك ليست مجرد أسطورة، بل مرآة لكل من سقط يوما ثم نهض. معكم سماح البدري في حلقة جديدة من حلقات بودكاست أجيال المستقبل. نحكي اليوم عن طائر واجه النار لكنه لم يمت، بل عاد أقوى مما كان. تحكي الأسطورة القديمة عن طائر لا يرى إلا نادرا يعيش في أعلى الجبال، يسمى العنقاء. قيل أن له عنقا طويلا وريشا يلمع بألوان الشمس. كلما رفرف بجناحيه اشتعلت السماء بألوان لا تنسى، وكل من رآه شعر بالدهشة والخوف معا. كانت العنقاء تعيش مئات السنين، وحين تشعر أن نهايتها تقترب تجمع أعوادا من العود والعنبر وتبني عشا في أعالي الجبال بعيدا عن الناس، وتحرق نفسها. تحترق لكنها لا تموت، فبعد أيام يخرج من رمادها طائر جديد أكثر إشراقا من ذي قبل. مع مرور الزمن لم تعد العنقاء مجرد طائر في أسطورة، بل تحولت في الأدب العربي إلى رمز للتجدد والأمل. الشعراء رأوا فيها صورة الإنسان الذي لا يعرف معنى الانكسار. يقول أحد الشعراء: أرى العنقاء تكبر أن تصادى، فعاند من تطيق له عنادا. وكأن داخل كل إنسان عنقاء صغيرة قد تحترق يوما لكنها لا تموت. وفي اللغة العربية كما في الحياة، لا تنتهي الحكاية عند النقطة، بل تبدأ بعدها جملة جديدة. فكما تنهض العنقاء من رمادها، تنهض أنت بكلمة، بفكرة، بخطوة. المهم ألا تنطفئ. وإلى اللقاء.